استخدم السوشيال بروف لو عاوز كل الناس تبقى بتتسابق على شراء المنتج او الخدمه بتاعته. الناس دايما بيميلوا للثقه في قرارات الاخرين وبيعتمدوا عليها بشكل كبير وهم بياخدوا قراراتهم الشرائيه. لما بيشوفوا حد بيستخدم منتج معين او بيتكلم عليه بشكل كويس بيبقوا هم كمان عاوزين يجربوا المنتج ده بنفسهم. طب انت ازاي تستفيد من السر ده؟ رقم واحد، التقييمات والمراجعات. لما تحط التقييمات بتاعت العملاء بتوعك او المراجعات الايجابيه بتاعتهم عندك على الويب سايت او على صفحاتك على السوشيال ميديا، ده بيعزز الثقه بشكل كبير والعملاء بيميلوا اكتر لشراء المنتج بتاعك. ابراز المبيعات. لو انت عندك عدد مبيعات كبير ابدا ان انت تستخدم ده في التسويق بتاعك. بالظبط زي ما احنا بنعمل في داجوت، احنا دايما مفتخرين بان احنا علمنا اكتر من 5297 طالب، وبنذكر ده عندنا في الموقع الالكتروني ولما بنيجي نعمل اعلان لاننا فخورين بالارقام اللي احنا حققناها. انت كمان تقدر تذكر الارقام بتاعت مبيعاتك، زي مثلا انك تقول في اكتر من 10000 شخص جرب المنتج ده، لو انت عندك المبيعات دي فعلا، لان ده هيفرق معاك كتير جدا وهيخلي العميل يثق فيك اكتر. المؤثرين والمشاهير. لما واحد من المؤثرين بيستخدم المنتج بتاعك ويبتدي ان هو يتكلم عنه، فده بيعمل كدليل اجتماعي بالنسبه للناس على جوده المنتج اللي انت بتقدمه. السوشيال بروف بيعزز من مصداقيه علامتك التجاريه وبيخلي العميل وهو بيشتري منك يحس انه بياخد القرار الصحيح في انه بينضم لقائمه عملاء. فانت لازم تستخدم السوشيال بروف بشكل صح لانه هيفرق في مبيعاتك كتير جدا. انا زياد سليم واحنا هنا كنا في داجوت اكاديمي، ولو عاوز تعرف اكتر عن الماركتينج تقدر تشترك في الكورسات بتاعتنا. مستنيين.